اقف وقف مكانك قبل ما تدوس على اي زرار، وقبل ما تفتح اي منصه، قبل ما تقول لمراتك او ابوك دقيقه بس ارجع اللي انا ضيعته. يا صديقي انت مش بتلعب ضد خوارزميه، انت مش بتلعب ضد الاهلي والزمالك، انت مش بتلعب ضد ريال مدريد، انت بتلعب ضد علم، انت بتلعب ضد علم النفس وعلم الاعصاب، بتلعب ضد الدوبامين الصناعي، بتلعب ضد ناس ماسكين الشطرنج وانت لسه بتتعلم الحصان بيمشي ازاي. المراهنات الرياضيه دي مش مؤامره بالعمعمه القديمه اللي كانت في زندة الستات، لا يا حبيب قلبي، دي افيون العصر الرقمي عشان خاطر يمسك مخك من جذوره. منصات ناس محترفين جدا على فكره، معموله بايد مهندسين من جامعات عشان خاطر يفرجوك على سعادتك الوهميه. في عالم كبير اسمه روبرت سابولسكي من جامعه ستانفورد، من اعظم علماء الاعصاب في التاريخ، قال في ابحاثه حرفيا المؤامره المرضيه مش ضعف اخلاق، هي اعاده توصيل لاسلاك الفرح والامل في دماغك، هي كسر في نظام التشغيل بتاعك. مش مصدق؟ تعال نشوف احصائيات منظمه الصحه العالميه بالارقام كمان. 96% من اللي بيدخلوا عالم المراهنات بيخسروا فلوسهم على المدى البعيد، و80% منهم بيقعوا في الديون في خلال 3 سنين من اول رهان بداوا. الارقام عمرها ما كدبت، بس احنا دايما اللي بنحب نكذب على نفسنا، وانا الذكي اللي هكسبك في الفيديو بتاع النهارده. خلينا نفهم دماغنا شويه. انت عندك في دماغك حته صغننه كده اسمها النواة المتكئة، زي كنترول المتعة عندك كده، دي اللي بتخليك تفرح في الطبيعي. جسمك بيضخ كمية بسيطة من الدوبامين لما بتاكل أكلة حلوة، تشوف حد بتحبه، دوبامين، تنجح في حاجات تعبت فيها، دوبامين، كمية كويسة كده تحس بالرضا والدنيا بتمشي. أما بقى حبيب قلبي، منصات المراهنات دي أصلا معمولة إنها أصلا تفرقع لك الدوبامين زي ما البلالين بتفرقع كده. كان في عالم اسمه نايف شان من جامعة كامبريدج حط ناس تحت الرنين المغناطيسي وهم بيلعبوا رهانات سريعة، اكتشف حاجة رهيبة وهي الربح الغير متوقع، يعني انك تكسب وانت مش متوقع، وده بيسبب افراز دوبامين اكتر من الربح المتوقع بنسبة 400%. انت متخيل الرقم؟ 400%. يعني ايه الكلام ده؟ هبسطها لك. يعني لو انت توقعت دلوقتي انك هتكسب 1000 جنيه وكسبتهم هتنبسط عادي، بس لو اللعبة قالت ممكن تكسب وفجأة كسبت من حيث لا تحتسب، دماغك بتنفجر حرفيا، بتحس بنشوة مش طبيعية. ما هو هنا بقى اللعبة، والمنصة مش عايزاك تتهنى اصلا، هي عايزاك تدمن النشوة دي. عشان كده خلت المكسب عشوائي، مرة تكسب مرة تخسر، مرة تكسب مرتين ورا بعض، فالدماغ تنفجر، الدماغ عمالة تروح تودي، مرة تخسر 5 مرات ورا بعض. اهو دي بقى اسمها في العلم جدول المكافآت المتغيرة. نفس التقنية اللي بتخليك تقفل فيسبوك وكل 5 دقايق تفتحه، هي ما بتختلفش كتير، مرة عشان تشوف مين عمل لك لايك، مرة عشان تشوف مين عمل لك تعليق، فما بتختلفش. نفس برضو التقنية اللي بتخلي الحمام الزاجل يضغط على الزرار 1000 مرة عشان يطلع له اكل، معرفش بقت كام، بس انت زي الحمامة بالظبط. دكاترة كبار مش بتوع فيسبوك، لا دكاترة عالميين، وليكن خلينا ناخد منهم العالم مارك جيريفيثيز، استاذ في جامعه نوتنجهام ترينت والمتخصص في الادمان السلوكي. عمل دراسه سنه 2018 قال فيها حرفيا بالنص كده: المراهنات الرياضيه الالكترونيه في سرعه التعود والادمان بتتفوق على الكوكايين. يا نهار اسود، انت متخيل اللي انا بقوله؟ بتتفوق على الكوكايين. مركز؟ تخيل الكوكايين، الماده الكيميائيه، بيقولوا ان اللعبه دي بتعمل لك ادمان اسرع من الكوكايين. متخيل ان المراهنات بتخليك تدمنها اسرع من الكوكايين؟ تخيل ان الحاجه اللي في ايديك دي اصعب من المخدرات. عشان كده الدكتور إيلاس أبو حمدي برضو عالم الاعصاب بجامعه هارفارد، الراجل ده من غير هزار كده راح قايل: المراهنات الرقميه بتحول مستقبلات السيروتونين في الفص الجبهي من دماغك الى مناطق حرب. في هنا حرب دايره زي ما بنقول احنا. الانسان اللي قاعد قدام الشاشه ده بتبقى دماغه شبه مدمن الهيروين في لحظه الانسحاب، نفس التلف اللي بيحصل هنا وقت شرب الهيروين، ونفس الانهيار برضو. انت بتفرقش حاجه عن مدمن المواد التانية. التحالف العالمي لمكافحه الادمان اعلن احصائيه جسمك يقشعر لها بصراحه: 63% من حالات الانتحار بين الشباب في بعض البلاد الاوروبيه كان سببها المديونيه من منصات الرهان. 66 شاب بيموت مش عشان خاطر خسروا ماتش، عشان اللعبه كانت دماغهم.
واخر كلام للعالمة ناتاشا شول من جامعة امستردام، اكتشفت ان مجرد مشاهدة اعلانات المراهنات زي مثلا احنا هنخليك غني بتغير كيمياء الدماغ. يعني انت حتى مش بتلعب بس بتتفرج على الاعلان ودماغك بدأت تفرز الدوبامين. انت شايف اعلان ناس قدامك بتكسب، ليه ما اخشش؟ دماغك بتبدأ تشتغل. ما بالك بقى لما بتخش اللعب. طيب انت دلوقتي سمعت الكلام، انت عارف انك في حفرة، عارف ان المنصة بتضحك عليك، عارف ان الطريق ده ما بيخلصش الا بضياع الفلوس والعلاقات وصحتك النفسية والاسرية، بتخرب كل حاجة، يمكن حياتك كلها. بس انا مش هعمل زي غيري ومش هاجي اقول لك سيبها، بس انا جاي اقول لك ان عقلك لسه ملكك. في حاجة اسمها المرونة العصبية، يعني دماغك تقدر تعيد برمجتها. زي ما المنصة ربطت الدوبامين بالرهان، انت تقدر تربط دماغك بحاجة تانية. فلو انت فعلا بتحاول تخرج من المرحلة دي، تعال اقولك ازاي. اولا اعترف، خير الامور الاعتراف. اعترف، قول انا اخطأت، انا فعلا مخطئ. الاعتراف ده مش بيشيل ذنب ولا بيطلعك وحش، ولا بالعكس، التصالح مع النفس مريح لحل المشكله. والموضوع ده ينطبق على اي عاده وحشه. وكده مش معناه انك ضعيف، لا، انت كنت ضحيه لنظام بس مش اكتر. منصات بملايين الدولارات شغاله 24 ساعه عشان توقعك. تخيل، منصات شغاله 24 ساعه عشان عاوزين يوقعوك. ما تزعلش على اللي راح، الزعل عمره ما هيرجع لك فلوسك ولا مشاعرك ولا نفسيتك الوحشه ولا خساراتك لعلاقاتك ولا فكك. بس اللي هيرجع هي كرامتك لما توقف دلوقتي، مش بكره يا حبيبي، دلوقتي. الساعه دلوقتي، مش كمان ساعه، مش لما اطلع اعوض اللي خسرته، بقول لك دلوقتي. ثانيا فكره هسترد اللي خسرته، لا ضحكتني والله. ما لو انت هتسترد اللي خسرته كنت عرفت تسترده، يعني بينه اهي واضحه. للاسف دي السم بقى، نقطه استرد اللي خسرته دي السم. هنا السم بقى، اسحب نفسك منها زي ما بتسحب ايدك من على الجمر اللي مولع. منصات الرهان اسحب نفسك منها زي ما بتسحب ايدك من على الجمر المولع. خسارتك دي يا حبيبي مش نهايه الدنيا، لكن فعلا لو كملت بهدف انك بترجع اللي خسرته يبقى هتخسر حياتك كلها مش اكتر. لان هو ده اصلا المطلوب، ان انت بتخسر فبتحاول ترجع اللي تخسره. هو ده اللي هم عاوزينه اصلا. تالت حاجه، في دكاتره متخصصين في ادمان العاب الاونلاين. بلاش استحياء يا عم، روح لدكتور او اخصائي. ايه المشكله؟ ده اضعف الايمان يعني. ده لو انت رايح في داهيه، زي ما بتروح لدكتور الاسنان كده لو سنانك وجعاك، وبتروح لدكتور المخ لو المخ وجعك عادي، زي ما وجعك كده وبتلعب المنصه دي، ملاش دعوه. رابعا، ودي اجمل حاجه لحياتك عموما بعيدا عن الرهان، احرم دماغك من المتعه السريعه اسبوعين فقط. احرم دماغك من المتعة السريعة اسبوعين فقط، اسبوعين بس. اقفل التليفون، انزل اجري، اتمرن، اسمع قرآن، اقرأ كتاب، اقعد مع نفسك. الاسبوعين دول هيكونوا جحيم، وهتفتكرني وتقول يا عم انت قرفتني. تقلبات وزعل وقرف وغم وحاسس بضغط وقريفه والدنيا ضايعه وبايظه. بس بعدين هتبدا تحس واحده واحده ان الدنيا لونها اتغير. هتفتكر ان السعاده بتيجي من حاجات تانية، وهتبدا تفتكر الحاجات التانية اللي بتجيب السعاده في صحتك وفي عيلتك. انك تاكل سندوتش الكبده مع صاحبك زقله، في انك خلاص بعدت عن سرقه اهلك وسرقه نفسك. الإنسان العاقل مش اللي ما بيغلطش، الإنسان العاقل اللي بيصحح من نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. فانت عارف الطريق، فامسح التطبيق دلوقتي مش بكره، دلوقتي مش الساعه 12 بالليل، دلوقتي بقول لك دلوقتي. امسح الحساب وكلم حد تثق فيه وابدا من جديد، مفيش مشكله. عشان زي ما قلت لك في الاول، انت ضد علم والعلم ده كان ضدك، فانت تقدر تخليه معاك مش ضدك. ممكن تاخده وتحطه في جيبك. اقفل الشاشه دلوقتي وامشي. الرهان الحقيقي مش على منصه ولا على ماتش كوره ولا على الطياره اللي بتطير ولا الرهان الحقيقي على حياتك. وما تخسرش الرهان ده عشان كله بيلعب ضدك. السلام عليكم.